لو نفسك في أكلة مظبوطة زي بتاعة المطاعم، النهاردة هنعمل شاورما سوري طرية ومتشربة ومعاها صوص الشقشقة والنغنغة اللي هيخلوها بطعم حكاية. انزلوا بقى بنص كيلو صدور فراخ متقطعة شرايح، عليهم كمان معلقتين كبار من الزبادي، وكمان طريقة الزبادي دي معمولة في البيت، لو عايزين الطريقة اكتبولي في التعليقات. انزلوا عليهم بقى بشوية دبس رمان، وانزلوا عليهم بالتوابل بتاعتكم، ملح وفلفل اسود وبهارات مشكلة وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، وكمان حطوا عليهم 3 معالق زيت ومعلقتين صلصه. قلبوا الخلطه دي كلها مع بعض، ممكن تسيبوها ساعه في التلاجة وممكن تعملوها على طول. ادهنوا بقى الصاج بتاعنا بشويه زيت، وانزلوا عليهم بالشاورما بتاعتنا ودخلوهم الفرن بقى على درجه حراره 250، وممكن كمان تشوحيها على الطاسه، لكن الاسرع عليكي ان انت تحطيها في الفرن. في بوله بقى انزلوا بمعلقتين صلصه و5 معالق زيت وكمان بابريكا ودبس رمان، وده الدهن بقى اللي هندهنه على وش السندوتشات. في بوله كبيره بقى انزلوا بخليط النشا، وده عملته ازاي؟ حطيت معلقه كبيره من النشا ونص كوبايه من الميه، وحطيتهم على النار لغايه اما تقلوا معايا بالقوام الكريمي ده. انزلوا عليهم بقى بكوبايه كبيره من الزبادي، وكمان 3 معالق كبار من المايونيز، و3 فصوص مهروسين من الثوم، وكمان رشه ملح وعصير نص ليمون. انا قلبته هنا بالمضرب اليدوي، تقدري تضربيه بالهاند بلندر او بالخلاط. طلعنا بقى الشاورما بتاعتنا اللي ريحتها واصله لحد الجيران. هاتوا بقى رغيف عيش شامي وابداوا قسموه نصين كده وحطوه فوق بعض زي بقى ما انا رصاه كده بالظبط. انزلوا بقى بمعلقه المايونيز وافرديها كويس، وانزلوا عليها بقى بالشاورما، وانزلوا عليهم كمان بخيار مخلل علشان يبقى الطعم مظبوط زي المطاعم. لفوه بقى رول كده ولفوا السندوتشات كلها زيه. من الخليط بقى الصلصه والزيت اللي احنا عملناه ادهنوا الطاسه دهنه بسيطه، وحطوا معاها كمان شويه زيت، وانزلوا بقى بالسندوتشات وادهنوا الوش بتاعها. واول بقى ما السندوتش يتحمص ويبقى مقرمش معاكي اقلبيه، وبكده طبعا السندوتش يبقى جاهز معانا. طبعا ما شفتوش اسرع من كده. احفظوها بقى عندكم في رمضان لانها تنقذك وقت الزحمه. وكالعاده يا ساده ما تنسوش تصلوا على النبي واللايك الجميل اللي زي قلبكم.